هلو يا حلوين، النهارده هنفتح ميستري بوكس. ايوه، بس في الميك اب، يعني صناديق عشوائيه جواها ميك اب احنا مش عارفين هو ايه، وهنكتشف مع بعض هو ايه الميك اب اللي جوه الصناديق دي. فده الصندوق الاولاني، وده الصندوق التاني. يلا نشوف. قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش تدوسوا لي لايك وتدوسوا كمان سبسكرايب لو عايزين تشوفوا فيديوهات اكتر ليا. ومن غير رغي كتير يلا بينا نبتدي. انا قاعده بس بتفرج شويه على نفسي وانا حاطه الليبستيك الغريب ده، عندي بقاله كتير قوي قوي ونفسي احطه لان لونه عاجبني جدا. بس يعني بصراحه ما اتجرأتش ان انا احطه واخرج بيه ولا مره، فقلت النهارده يعني احط لكم في الفيديو وابليكوا بيه. فقولوا لي يعني لونه حلو ولا بشع. فهو ما بين البشع وما بين الحلو وما بين الغريب، فانا مش عارفه بصراحه. المهم، خلونا نبدأ. أول حاجة أقول لكم إيه هو فكرة الصناديق العشوائية بتاعة الميك اب دي بتبقى شركات كده. دي مثلا شركة اسمها جلوسي بوكس. الشركة دي المفروض إن انتوا بتعملوا معاها اشتراك، وكل شهر تبعت لكم صندوق ميك اب عشوائي يكون فيه شوية حاجات هم اللي بيختاروها، وبتبقى طبعا مفاجأة ليكم. يعني في ناس بتشترك في المواقع دي على سبيل إن هي يجي لها زي هدية كل شهر وهي مش عارفة الهدية دي فيها إيه أو كده. أنا بصراحة كنت مجرباها شهر واحد ومن فترة طويلة، وبعدين لقيتها اتجددت تلقائي وانا ما كنتش عارفة انها بتتجدد لوحدها. بحسب ان انا لازم كل شهر اشترك. فلو انتم مش انترستد في الحاجات دي ما تخشوش في المواقع دي وتشتركوا، لان هو الشهر بيخليكم تشتركوا كل شهر، وكل شهر بيتخصم اوتوماتيك لوحده من حسابكم. حبيت انبه بس على الموضوع ده. وانا دول انا مشتركه فيهم من شهور قديمه قوي، بس كانوا عندي وكنت عايزه افتحهم معاكم في فيديو، كل شويه باجل. فانا مش فاكره هم دول بتوع اي شهر بصراحه. وكنت راكناهم علشان افتحهم معاكم في الفيديو. خلونا نبدأ بالبوكس ده. اول واحد، البوكس زي ما انتم شايفين كده بيجي عليه اسم الويب سايت بتاع الميك اب بوكس ده. انا بحاول اجمع الكلمات مش عارفه ليه. اوكي، انا فتحته قبل كده بس ما شفتش الحاجات اللي جواه، بس كنت عايزه افتح يعني انترستد، بس ان انا عايزه اعرف هو فيه حاجات قد ايه. ف يعني انت لو عايزه هديه لنفسك ممكن تعملي الحركه دي. طبعا انا مش عارفه الموضوع ده موجود في مصر ولا لا، بس انا اللي اعرفه ان جلوسي ميك اب بوكس ده موجود في امريكا، وفي فيديوهات من زمان كتير قوي كانوا الناس بتجيبها وبتفتح البوكسات دي وتقول فيها ايه. ده اول بوكس. بصوا التغليف بتاعه، عايزه اوريك التغليف والحاجه. هجيبه وارجع لكم. خلينا نشوف كده. اول حاجه فيها هو الماسك ده انا بجيب الماركه دي دايما، هي حاجات تقريبا المانيه لانه الماسك ده موجود هنا على طول في دي ام روزمان. وانا بحب الماركه دي وبجيب منها كل الانواع، فدي حاجه يوسفول جدا والحمد لله ان هي هتنفعني، ويا رب كل اللي في الصندوق ينفعني عشان ما احزنش على فلوسي يعني. هو بصراحه اسعارهم ما بتبقاش غاليه، بس اوقات بتلاقوا حاجات قيمه جوه البوكس تستاهل وتبقى كمان سعرها اغلى من الثمن اللي انتوا دافعينه، واوقات تانية بتتصدموا في ان الحاجه بتكون اقل من الثمن. مش عارفه، هنشوف كده دلوقتي. في ورقه ملهاش اي لازمه، وفي اللي هم بتوع الشعر دول اللي هم الشفافين. الماركه دي برضو معروفه، اسمها invisible bubble. مفروض ان دي تقريبا ماركه يعني كويسه، والحاجات اللي هي الشفافه دي بتاعه الشعر بيكون فيها ماركات كتير من الرخيص قوي قوي للغالي قوي قوي، فانا اعتقد ان دي ماركه كويسه. بس اعتقد كمان ان هي صغيره على شعري قوي، يعني الحجم بتاعها قد كده. مش عارفه. تاني حاجه هو الكريم ده ماركه شفارسكوف، اللي هو المفروض ان هو تريتمنت للشعر الجاف. بيتحط كماسك، يعني مكتوب عليه هنا ان هو ماسك وتريتمنت للشعر الجاف من ماركه شفارسكوف. انا معرفش التريتمنت ده، ما شفتوش قبل كده، بس هجربه يعني مش حاجه هتخسر قوي معايا. بعد كده ده المنتج اللي بعد كده. بصراحه العلبه شكلها حلو، تحسوا ان هي حاجه غاليه. ده عباره عن برايمر، اوكي، من ماركه معرفش اسمها ايه بصراحه، بس هو متصنع في يوكي. اوكي، والماركه اسمها حاجة غريبة، يعني ماركته غريبة والاسم انا مش عارفة اقراه. بصوا الاسم شكله عامل ازاي، اسمه شكله غريب قوي. بس هو برايمر للوش.
تعالوا نجربه كده مع بعض. اوه، مفتوح يا جماعة، بس هو المفروض هنا يبقى فيه لزقة مش موجودة. تحسوا انه ممكن يبقى كويس. هنجربه. اللي بعده. انا مش عارفة ايه ده بصراحة. هو مكتوب عليه بيبر، معرفش ايه هو بقى البيبر، معرفش. فهنفتح ونشوف. ده برفيوم. ده برفيوم اسمه بيبر. اوكي، انا هحاول اطلع اسعار الحاجات دي واحطها لكم هنا نشوف كده الميك اب بوكس ده كان غالي ولا لا. انا كنت دافعه فيه تقريبا 20 يورو، فهشوف كده. اعتقد انه غالي. ريحتها حلوه قوي قوي. ريحتها فظيعه فظيعه فظيعه، ريحتها باودر كده ونظافه. تحفه جدا. وهم حاطين هنا علشان نعمل سكان ونشوف الفول سايز بتاعها قد ايه. هي دي طبعا صغيره، عباره عن كام ملي مش عارفه، بس اعتقد 5 ملي مش اكتر من كده يعني. ريحتها حلوة قوي قوي قوي. و الا ماسكا. الا ماسكا ليكويد ايلاينر. الا ماسكا دي ماركة طبعا كويسة يعني، واعتقد انها غالية. بس ده ميني سايز، ده مش فول سايز ايلاينر اكيد. اوكي اهو. فكل الحاجات اللي كانت في البوكس الاولاني خلصت. والحقيقة انا ما طلعتش باي حاجة مفيدة. هو البوكس خلص، مبقاش فيه حاجة، في شوية قش. ده البوكس الاولاني. هحط لكم دلوقتي سعره هنا علشان تشوفوا انا اتغلبت ولا لا. وغالبا اتغلبت يعني، انا واضح ان انا اتغلبت، بس انا مش فاكره انا كنت جايباه ب20 ولا كان عليه خصم 50%. انا مش فاكره، بس انا مش عارفه بصراحه. بس انا هحط لكم سعر الحاجات اللي فيه كانت قد ايه. اوكي، اللي بعده. نيجي للبوكس التاني. البوكس التاني بصراحة البوكس نفسه ميتل ماشي، وشكله حلو قوي قوي قوي. وطبعا هو الحاجات دي مش بتيجي البوكس ده كده على طول، بيبقى في كرتونة يعني، بيبقى بوكس جوه بوكس. بس انا شلت الكرتون ورميته. وهو ده طبعا العلبة بتاعته اكيد يوسفول جدا. نحط فيها حاجات الخياطة، معروف اي علبة كده بتاعت البسكوت، اي علبة بنحط فيها حاجات الخياطة. ده بلفة هدايا بكل حاجته. آه دي جود شاين، او بتاعت خصم، كارت بتاع خصم من ماركة بتاعت جرانولا وموسلي والحاجات دي. واحدة تانية بس من ماركة تانية بتبيع زهور او ورود. بس هي حاجة على امازون ب150 يورو اكيد. لا يعني، لا انا هقرا الموضوع ده واجيلكوا، استنوني. عرفت اللي فيها. انا كنت بحسب جود شاين او يعني كارت بتشتروا بيه من على امازون ب150 يورو، بس طلع انه لا. طلع انه هو تأمين. لو انتوا اشتركتوا في التأمين ده وعملتوا عندهم تأمين يعني، يديكوا بقى ال150 يورو. فانا مش هعمل تأمين، مش قادرة اخش في اقساط. بعد كده برضو هالو فريش دي ماركة المفروض ان هي بتبعت صندوق كده فيه اكل وحاجات، مكونات الطبخة، وانتوا تعملوا الطبخة كده زي ما هو موجود هنا. وده برضو كارت خصم من عندهم ب60 يورو. فالحاجات دي لو الواحد هيستفيد بيها طبعا حلوة جدا، بس انا ما اعتقدش ان انا هستفيد بولا حاجة من الحاجات دي. فتعالوا بقى نفتح البوكس نفسه ونشوف جواه ايه. دي المجلة بتاعتهم. المجلة بتاعتهم حاطين فيها برضو كده شوية وصفات وميك اب وحاجات اللي يحب يقرا بقى. ودي الحاجات اللي جوه الصندوق التاني، وبرضو فيها قش. كأني فرخة وهبيض ولا إيه؟ دي أول حاجة الكبسولات بتاعة العين. الكبسولات دي نخت ريبير، بس دي مش للعين، دي للوش كله. مكتوب ان هي بتعمل ترطيب قوي جدا للوش اثناء الليل، يعني بتتحط بالليل وتصحوا الصبح تلاقوا وشكم مترطب قوي. برضو نفس الماركه بتاعه الماسكات اللي كانت في البوكس الاولاني. واو، الماركه دي اسمها غريب قوي فمش هقول اسمها. اسمها بابور. هي اسمها كده، اوكي اسمها كده. المهم ان الماركه دي ماركه هاي اند وغاليه جدا. ودي امبولات بتاعه هايدريشن، بتعمل للوش يعني علاج، اسمها ايه، ترطيب
قوي جدا. فتعالوا نفتحها. دي غالية، انا اعرف ان دي غالية قوي، واضح ان انا فزت في الصندوق ده. الماركة دي انا عندي منها سيرم جايباه غالي جدا. اوه بصوا الامبولات، شكلها حلو قوي قوي قوي، والعلبة شكلها غالي. فيها كتير. وايه دي؟ دي الغطا اللي احنا بنحطه على كل واحدة، يعني كل واحدة بتكسروها وبتستخدموا لها الغطا ده، والارشادات هنا. ودي حلوة قوي، انا فرحانة بيها جدا. هستخدمها طبعا لان انا عندي السيرم بتاعها، فالسيرم مع الامبولات انا يعني متوقعة هيدريشن خطير. اوكي، نيجي بقى نشوف اللي بعد كده. انا ابتديت اتفائل بالصندوق ده يا جماعة. الصندوق ده شكله حلو حلو حلو، مليان مليان، لسه في حاجات كتير. اوكي، فيها باليت ميك اب. اخيرا بقى في ميك اب، يعني انا الاولاني ده ما شفتش منه اي ميك اب بصراحه، غير اللي هو الايلاينر. دي اهي فيها باليت ميك اب حلوه جدا، فيها كونتور، وفيها اعتقد ده ممكن يعتبر هايلايتر مثلا، واتنين بلاش. ده مش هايلايتر، ده بودره بيضه، معرفش نعمل بيها ايه، ممكن نعمل بيها هنا، ممكن نعمل بيها فوق العين. بس اوفرول حلوه، والماركه بتاعتها اسمها لاس بلاش. فرشه ميك اب، معرفش ماركة دي بتاعة الفرش دي معروفة ولا لأ، معرفهاش بصراحة، بس الفرشة ناعمة وصغنطوطة، ممكن ان احنا نحط بيها بلاشر، نحط بيها تحت العين، نلعب بيها في وشنا كده، هي ناعمة قوي 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 يعني. برضو فيها سامبل تانية لبرفيوم. البرفيوم ده معروف برضو ان هو غالي جدا، انا عارفاه، بس ما معرفش هو يعني اسمه ايه بالظبط، بس هو اسمه اكوا كولونيا. كولونيا هو اكوا كولونيا، مش بضحك عليكم، هو اسمه كده. وطبعا السامبل اللي هي الصغيره دي، بس السامبل الصغيره دي بتبقى حلوه جدا في السفر، حلوه جدا في الشنطه، في حاجات كتير. اللي بعد كده برضو برايمر للوش. برايمر ده مكتوب عليه ان هو سوبر فود جلو برايمنج موسترايزر من ماركه اسمها اليمس. برضو شكله حلو ولطيف. كده احنا عندنا 2 برايمر. اوكي، بعد كده في حاجه كبيره، هانشاوم. الماركة دي معروفة برضو هنا، وليها حاجات كتير قوي زي غسول وصابون وحاجات كده، وده صابون، فأنا كنت لسه هعمل كده وهرش، بس يعني العلم نور، فقريت عليها ان هي هاند شاوم اللي هي بتحطوها وبتغسلوا بيها ايديكوا. فدي برضو حلوة قوي في السفر، بدل ما تاخدوا صابون او حاجة سايلة تبهدل الشنطة، فدي حلوة جدا جدا. طب تعالوا نشوف ريحتها، والله انا انترستد. كتير قوي، حط كتير، بس ريحتها فانيليا بس، يعني فانيليا بس، ولغوصت الدنيا. انا هروح اغسل ايدي واجي. غسلت ايدي وجيت، ريحتها حلوه ومخليه ايدي كلها ريحتها فانيليا. بعد كده حاطين ليب بالم، برضو بتتحط بالليل، بتدي عناية ترطيب ليلي قوية، من ماركة لابيلو. الماركة دي حلوة وانا دايما بجيب منها. فخلصت كده كل الحاجات اللي في الصندوق التاني. فالصندوق التاني بصراحة يعني ممتاز، في حاجات كويسة، واتبسطت منه اكتر من الصندوق الاولاني. يا جماعه انا رجعت لكم تاني بعد ما صورت الفيديو. رجعت صورت الحته اللي انتوا هتشوفوها دلوقتي دي، انا اكيد هحطها لكم في النص. بس الصندوق الميك اب التاني ده طلع محتويات الحاجات اللي جواه ب 93 يورو. انتوا متخيلين؟ رقم كبير جدا. انا متخيله ان انا يعني اسمها ايه، فلوسي راحت. لكن بعد ما حسبت الحاجه وشفتها كلها كلها موجوده في الستوك، يعني مش حاجات مثلا قديمه او اولد كوليكشن، كلها موجوده. البالت بتاعه الفيس بالت دي طلعت غالية قوي، طلعت بحاجة و30 يورو. طلع السيرم غالي، البرايمر غالي جدا جدا، فكل حاجة طلعت غالية. فأنا مش زعلانة على الفلوس اللي أنا دفعتها، أعتقد إن أنا كنت دافعة أقل من 20 يورو ده أكيد. فمبسوطة جدا جدا بالبوكس التاني، هو عوضني عن البوكس الأولاني وعوضني عن الفيديو ده كله، لأنه أنا كنت فاكرة إن أنا فلوسي راحت هدر. وبس كده، ده كان الفيديو النهارده. فتحنا مع بعض صندوقين ميك اب عشوائيين.
أو 2 mystery box جواهم makeup وskin care actually يعني علشان ما كانش فيهم بس makeup كان في skin care أكتر من الmakeup كمان، فأنا اتبسطت بالفكرة ومش هاعملها تاني. بس حبيت إن أنا أوريكم الحاجات اللي جوّه الbox ده، فلو حابين إن إحنا نجيب بقى صندوق كبير أوي من الصناديق العشوائية اللي بتطلع لنا كده في كل حتة في الفيديوهات، قولوا لي تحت في الكومنتات، وما تنسوش تكتبوا لي تحت رأيكم أو comment يشجعني، وما تنسوش كمان تعملوا لي like وتدوسوا subscribe لو حابين تشوفوني تاني، خدوا جولة كده في الفيديوهات اللي في القناة واكتبوا لي رأيكم، وأشوفكم الفيديو الجاي، باي باي.